السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا نعمل شوية مخبوزات، حاجة كده زي ما قال الكتاب، هشة وطرية ومرتفعة ومن غير زيت أو زبدة. تنفع فطار أو لانش بوكس أو حتى للسحور في رمضان. الست الشاطرة هي اللي تعمل كل حاجة في البيت على قد ميزانيتها. وزي ما وعدتكم هنعمل إن شاء الله كل حاجة بنشتريها من بره في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وتنفع لكل الميزانيات. مكونات مظبوطة جدا وكمان طريقة مضمونة وبكون مجرباها اكتر من مرة علشان اطلع لكم بالنتيجة اللي انتوا بتشوفيها في الفيديو. وبما اني بعمل الوصفة دي من زمان فقررت اشاركها معاكم النهاردة. كمان تنفع سندوتشات للبرجر، سندوتشات للكبدة، سندوتشات شاورما. تنفع معانا في كل حاجة، لرحلاتنا للخروجات. تنفع في كل حاجة، طعمها حلو جدا، مش محتاجة معاها غموس من حلاوة الوصفة وطعامة العجين. طعمها حلو قوي، تحسيها كده من هشاشتها وطعمتها كأنك بتاكلي كيك. هنعملها خطوة بخطوة، هنقول كل الأسرار وكمان الملاحظات، وهنربي الخميرة للعجين هقول لكم ليه في الفيديو. وقبل ما نبدأ في الوصفة حابة أفكركم انزلوا تحت الفيديو واعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل علشان لما ننزل فيديو جديد يوصل لكم إشعار. وهنقول بسم الله ونبدأ على طول في المكونات. في البولة حطيت نص كوباية من المية الدافية وعليهم نص كوباية من الحليب الدافي، وكمان 3 معالق كبار من المعالق بتاعة الأكل سكر، ونزلت عليهم بباكت من الخميرة الفورية. هنقلب المكونات دي كويس بالمضرب لغاية لما اتأكد ان الخميرة بتاعتي دابت. بعد كده الخطوة دي اختياري، تقدري تضيفي معلقة لبن بودرة وتستغني عنها. انا بحب اضيف معلقة اللبن البودرة للمخبوزات، بتديني طعم ولون حلو جدا. كمان نزلت عليها بأربع معالق كده من الدقيق. احنا كده بنربي العجينة علشان ترتفع معانا في وقت قصير جدا، لان احنا في الشتا طبعا وعارفين ان المخبوزات بتاخد معانا وقت. الخطوة دي بتدينا عجينة ناجحة وهشة وطرية، وبتحس ان مساماتها ضيقة كده زي الكيك الاسفنجي بالظبط. بعد ما قلبت المكونات كده بالمضرب بغطي عليهم وبركنهم كده حوالي 5 6 دقايق لغاية لما الاقي بس الخميرة عملت فوم زي ما انتوا شايفين. تمام كده. كده احنا ربينا الخميرة للعجين. الخطوة دي لو جربتوها في اي مخبوزات هتشوفوا نتيجة هايلة جدا في ريحة المخبوزات، بتدينا ريحة هايلة جدا، وكمان بتنفش معانا بسرعة او بتخمر معانا بسرعة. كمان جبت بيضة، خدت الصفار بتاعها وركنته على جنب، والبياض حطيته على الخميرة اللي احنا مربينها دي. الصفار ده هنتم بيه وش القرص بتاعتنا او المخبوزات بتاعتنا. قلبت البياض كده كويس بالمضرب، اول ما اختفى بنزل على طول بالدقيق. اول حاجة كده نزلت ب3 كوبايات من الدقيق، ونزلت عليهم بمعلقة من البيكنج باودر ما يعادل نص باكت. كمان نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الملح. المخبوزات بتاعتنا النهاردة تنفع حلوة وكمان تنفع حادق، لان الملح والسكر متعادلين فيها، يعني تنفع لو هنستعملها حادق او حلو. بنقلب كده كويس بالسباتيولا لغاية لما نعملها عجينة، وبعد كده بنشتغل بايدينا. تقدروا كمان تستغنوا عن معلقة البيكنج باودر، لكن بتديني ارتفاع حلو جدا للمخبوزات. وكمان لو الدقيق بتاعنا مش مخصص للمخبوزات البيكنج باودر بيظبطه وبيخليه حلو جدا. بعد ما لميت العجينة بتاعتي كده بالسباتولا ببدأ انزل عليها بمعلقتين كبار من السمنة المذابة. دي معلقة معيارية فبننزل بمعلقتين 2 بس، لكن لو هنستعمل معلقة الطعام العادية بنحط 3 معالق من السمنة المذابة. بعد كده بستخدم ايدي وببدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا. اي مخبوزات زي ما بقول لكم كل مرة بتحب العجين، زي ما انتم شايفين العجينة بتظبط معايا، ما تضيفوش دقيق ولا اي حاجة، بتكملوا عجن وهي بتشرب كل السوائل وبتدينا عجينة زي الملبن كده. هتشوفوها معايا دلوقتي. التلزيق قلت شوية، لكن لو مسكتها بالايد النظيفة مش بنلاقيها بتلزق خالص، لكن في نفس الوقت العجينة بتاعتي طرية خالص زي ما انتم شايفين. بعمل الحركة دي، بحب اعمل الحركة دي في المخبوزات، بتديني تورية كده وهشاشة حلوة جدا. مدة العجين معايا حوالي 7 دقايق، او لغاية لما نوصل للملمس اللي انتوا شايفينه ده. وكمية الدقيق اللي استخدمتها في الوصفة 3 كوبايات، اخدت منهم 4 معالق في الاول واحنا بنربي الخميرة، وبعد كده استعملت باقي المقدار. انا هنا بوريكم ان العجينة مش بتلزق في الايد، لكن هي طرية جدا فمش بتلزق لان احنا خدمينها في العجين. بلمها كده بحطها في البولة اللي احنا عاجنين فيها، وبنغطيها كويس بكيس تلاجة نظيف او بالبلاستيك راب، وبعد كده بنسيبها تخمر على جنب لغاية لما يتضاعف الحجم بتاعها.
والطبيعي طبعا ان احنا في الشتاء العجين بياخد وقت في التخمير، لكن احنا مربيين الخميرة في اول الفيديو، فمش هياخد معانا ان شاء الله غير نص ساعة بس تخمير، وهتكون معانا بالشكل ده. العجينة زي الملبن بالظبط في ايدينا، هشة وطرية وفلافي كده، تحسوها كده زي الملبن كده، مش عايزين تبطلوا شغل فيه. بنحط كده رشة دقيق بسيطة جدا، وبنبدأ نعمل العجينة بتاعتنا للرول، ونقطعها ل 12 قطعة. تقدروا تعملوها اكتر من كده او اقل على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. لو عايزين الحجم اللي شفتوه في اول فيديو بتقطعوا العجينة ل 12 قطعة. 3 كوبايات دي عملنا منهم 12 قطعة من المخبوزات. لغاية هنا يا رب أكون بوفيكم في الشرح، وتكون كل حاجة واضحة قدامكم. ولو عندكم أي استفسار اكتبولي تحت في الكومنتات، وإن شاء الله هرد عليكم بنفسي في أقرب وقت. بنكور العجينة بتاعتنا لكور كده. طبعا العجينة زي ما انتوا شايفين طرية جدا وملساء، فبتدينا كده بتتقفل معانا بكل سهولة، وبتدينا كرة كده متساوية وملساء، وده اللي أنا عايزاه. لو وصلت معايا في الفيديو لغاية هنا، حابة افكرك لو لسه مشتركتيش انزلي تحت الفيديو واعملي اشتراك، وكمان شجعيني بلايك وحطي لي كومنت حلو زيك، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيديو لو جربتوه ونجح معاكم. انا متأكدة من سهولة المقادير وكمان من جمال الطريقة هتقومي حالا تعمليها، لان لو ما جربتيش بجد المخبوزات دي فايتك كتير. وكمان هتبطلي تشتريها من الافران باسعار كبيره جدا، وهتعمليها في البيت. ب3 كوبايات دي عملت لنا كميه حلوه جدا، طعمها اطعم من بتاعه بره، انتي ضامنه جودتها وكمان نظافتها. بعد ما خلصنا كده كل كميه العجين بتاعتي، حطيتهم في صينيه، الصينيه اللي هنخبز فيها. ما ينفعش نحطهم في صينيه تانية، هي الصينيه اللي هندخلها الفرن اللي بنرص فيها المخبوزات. الصينيه دي دهنها دهنه بسيطه جدا من الزيت او السمنه. بغطي عليهم كده، بيقعدوا معايا حوالي نص ساعة، مش بياخدوا معايا وقت تخمير كتير، لان احنا مربيين العجينة في اول الفيديو. وفي الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وحاطة الشبكة في اخر رف خالص من فوق. لو هتشتغلي في الفرن الفلاحي والفرن البلدي، فبتشغلي النار على نار هادية جدا، اعلى من نار الكيكة بحاجة بسيطة. بجيب صفارة البيضة اللي كنا حاطينها على جنب في اول الفيديو، وبحط عليها معلقتين كبار من الحليب، وبنبدأ ندهن المخبوزات بتاعتنا بالشكل ده. والبديل طبعا بتاعة البيضة النهاردة، تقدروا تشيلوا البيضة من الوصف خالص لو مش بتحبوها في المخبوزات، لكن جربوا كده تعملوا المخبوزات بالبيضة، بتديها طعم حلو جدا، وكمان مش بتبان خالص اي زفارة فيها. فالبديل بتاعها تقدروا تشيلوها، وتدهنوا وش المخبوزات بتاعتنا بحليب وسكر بس. بنرش كده الوش بالسمسم، وبندخل الصينية بتاعتنا الفرن طبعا على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط، النار من تحت بس. هي بتاخد اللون ده لوحدها من غير ما نشغل الشواية، لكن لو اللون كان أبيض معاكم تقدروا تشغلوا الشواية كده آخر دقيقتين. بتاخد معايا في الفرن حوالي 15 دقيقة، مش أكتر من كده. وطبعا أول ما بتخرج من الفرن بنغطيها كده بفوطة مطبخ نضيفة، وبنسيبها حوالي 5 دقايق قبل ما بنشيلها من الصاج. هشة وطرية وكمان اقتصادية جدا، ب3 كوبايات من الدقيق ومعلقتين من السمنة، عمل لنا 12 قطعة من مخبوزات الأفران اللي بنشتريها بمبالغ كبيرة جدا. هنعملها في البيت لولادنا وهنوفر كتير جدا، وكمان حاجة انت ضامنة جودتها وكمان ضامنة نظافتها. شايفين حلوة جدا بجد. اللي مجربش الطريقة دي فايته كتير جدا، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو مشيتوا على الطريقة وكمان الخطوات اللي احنا عملناها في اول الفيديو، ان شاء الله هتطلع معاكم انجح شوية مخبوزات ممكن تعملوها، لان احنا عملناها النهاردة باسرار المخابز وكمان بنظافة البيت وبايدينا في البيت، فان شاء الله هتطلع احسن من اللي بنشتريها من بره بكتير. حتى الطبقة الخارجية اللي بتتقشر كده معانا في قرص الافران النهارده طالعة بنفس نتيجة قرص الافران واحسن كمان. وما تنسوش هسيب لكم المقادير وكمان الطريقة في صندوق الوصف، وهسيب لكم شوية لينكات حلوة جدا. عنوان الفيديو جنب منه سهم بتضغطوا عليه بينزل لكم الملفات، هسيب لكم فيها شوية وصفات حلوين جدا. وكمان ما تنسوش تشجيعكم ليا باللايك، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.